شايف المشروع اللي هناك ده؟ ايوه اللي انت اشتريت فيه. مش بتاعنا. ايوه حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. من شهر كده صحيت على مكالمة من سيلز، الحق أجمد أرض في العبور هتطرح للبيع، وكمان فيلات عن طريق مطور قديم عمل شركة جديدة، أصله داخل شوية شراكات وحاجات زي كده أنت فاهم. خدنا المعلومات وطلعنا بالفيديو الجامد ده، وجبنا عملاء وحطينا رغبات ابدأ شراء، والدنيا عنب العنب. وسبحان الله نفس الصوت صحاني تاني يوم. هو في إيه يا عم؟ وقف الكامبين عشان في مشاكل؟ إيه هي المشاكل؟ أصل في ناس عاملين كامبين بتقول معلومات غلط. وقمت صحيت تالت يوم على نفس الصوت، ما انا مش ورايا غيره، بيقول لي خلي العملاء بتاعتك تيجي تاخد الشيكات بتاعتها، اصل احنا هنوقف بيع على الارض. طب المحنك اللي هناك اللي بيقول لك ما تاكدتش ليه قبل ما تبيع المشروع ده؟ هقول لك ان الارض فيها انشاءات فعلا، وكمان ورقها خلصان، وداخل فيها ناس تقيله قوي، يعني مضمون اكتر من بيتنا. فقلت المره دي انام بدري عشان ما حدش يصحيني، ولسه هبتدي انام اهو، لقيت بيان نازل كده من الشركه احنا ما طرحناش الارض دي للبيع، وما قلناش ان عندنا مشروع هنا من الاساس. ده تلاقيهم كام بروكر واخدين هلافيت بيتكلموا باسمنا عشان هم عايزين يبوظوا السوق كلاب الكوميشن. طيب انا عندي سؤال، بغض النظر عن سذاجة البيان ده، لان العميل راح وقعد جوه الشركه نفسها مع سيلز الشركه نفسه وحط شيك في الشركه نفسها، ومش هقول ان مكانهم ما بين شارع التسعين الجنوبي والشمالي في التجمع، ده غير الجروبات المليانه معلومات عن الطرح ده، وان البيان الساذج ده ملوش اي معنى غير ان الشركه والقائمين عليها رموا المسؤوليه كلها على البروكر. السؤال هنا هو مش انا كبروكر والبروكرز التانيين شغالين شغل حر ولينا سمعه؟ اشمعنى سمعه البروكر هي الشماعه اللي بترمي عليها كل اخطائك؟ وانا هنا مش بتكلم عن الشركه دي بس، انا بتكلم عن مطورين كتير ان لمجرد ما يتزنق ويحس انه غلط يقول لك البروكر. عمرو اديب عنده نص ساعه فاضيه في البرنامج يطلع ينتقد البروكر ويقول لك الازعاج والمكالمات. يعني اتصل بيا تقول لي انا عندي شقه تاني صف على البحر ب 150 مليون تشتري، فاقول لك قال لي في الاتنين. السوق عامة في 3 أطراف، المشتري والبايع والوسيط، كل طرف من ال3 ممكن يبوظ سمعة السوق كله. يعني المطور بيغلط عادي، ما أنا لسه حكي لك أهو، والأمثلة كتير ممكن أحكيها لك للصبح. طب المشتري بيغلط طبعا في قراره واختياره وطريقة تعامله. طب البروكر بيغلط طبعا، بيلغي ضميره ويدور على المكسب فقط، أو بيشتغل بسياسة الكم مش الكيف، اللي هم ال3 4 شركات اللي مش مخلينا عارفين ننام. يعني مش كلنا والله، احنا مش شماعة تعلق عليها اخطائك، احنا سبب 80% من عمليات البيع اللي بتتم في السوق. احنا مش بس البواب اللي قاعد على باب العمارة، ولا القاعة الواسعة اللي فيها 300 سيلز بيضربوا ارقام عشوائية. احنا ناس فعلا بتدرس السوق وتذاكر المشاريع وتقيمها عشان نقدم لك الاختيار والاختيار البديل. احنا الطرف الوحيد الحيادي اللي هيقول لك مميزات وعيوب كل مشروع، لان المفروض ما عندناش تحيز لأي طرف غير العميل. فاحنا عندنا سمعة ممكن نبنيها في سنين مع ناس وثقت فينا واشترت معانا، ده كمان اشترت عشاننا قبل ما تشتري عشان المنتج نفسه. واخيرا شركة مرتقى بتطرح مشروعها الاول في التجمع الخامس، مول كبير على محور جمال عبد الناصر. يلا بقى يا بروكر ويلا يا عميل، يلا نشتغل عليه ونشتري فيه، مفيش حاجة مضمونة. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.